ثوار الجنوب افريقيين بما فيهم نيلسون مانديلا. وشهد نيلسون مانديلا بفمه أن الحسن الثاني زوده بالمال وبالسلاح وبتدريب الرجال حتى يقوم بالثورة لتحرير بلده. نعم. لكن اليوم أكبر عدو للمغرب في هي جنوب إفريقيا بعد أفريقيا. نعم. وابنها جاء دعما للجزائر في تقسيم المغرب. صحيح. هل يكون الحسن الثاني مسؤولا عن لا كرمه لا وعن لا مواقفه لا لا. الإنسانية؟ إذا أنزل هذه على تلك، وهذه النقطة لا تعود لها مرة أخرى، الله يرضى عليك. تفضل. من خدعنا بالله خدعنا له. خدعنا. أخي فاروق، عندك شيء؟ معلوماتك طلعت خطأ معظمها. أخي فاروق الأخ فاروق قال لك فتحوا انت المايك من تبغيه. الأخ فاروق يبدو أن عنده مشكلة. خلوني أفتح له أنا المايك. فاروق. اسعد، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا يا طيب. تشرب قهوة؟ يا ريت والله. دورت اغاني دحمان الحراشي يا اخي. انا ابحث عليها في التيك توك، عجبني بزاف. تعرف انا نعطيك عنوان تاع واحد الاغنيه، ابحث عليها تعجبك. ما هي؟ اكتب كيفاش ننسى بلاد الخير، كيفاش يصبر قلبي تهنى، كيفاش صغري جايز فقير، وطني غالي ما يفنى. مليحه هذه تعجبك ها؟ اسمع اسعد، شوف انا يا اخي الكريم، شوف انا اقول لك حاجه، ووالله لن تستفيد باي معلومه من كل هؤلاء، لانه قاعدين وراء الداتا البي سي تاعهم، يسمع كلمه يروح يبحث عليها ويجي يقولها لك. فيه تناقضات كثيره. انا شخصيا والله لا اكن لا حقد ولا اي واحد مغربي، عشت معاهم في اوروبا، ساعدتهم، ساعدوني، سكننا مع بعض، يعني عادي، لم نكن نسمع بهذه المشاكل السياسيه. ظهر التيك توك وهذه وسائل التواصل الاجتماعي، فهاج الشعبين، وكلم واحد يضرب منه، واحد يقول لك بن غبريط، واحد يقول لك الحسن الثاني، واحد تبون، واحد بوتفليقه، واحد كذا. يا اخي لن تستفيد من شيء. عزمت دكاتره في اللايف تاعك، قدموا لك معلومات، عزمت جزائريين قدموا لك معلومات. ماذا استنتجت انت ماذا استنتجت؟ النتيجه تاعك هل غلطت في هذا الموضوع؟ لا، هو مش ضروري ماذا استنتجت أنا، ماذا استنتج الناس الذين يسمعونكم في اليوتيوب وفي التيك توك. أما أنا بسيطة. في تناقضات كثيرة يا أخي، سبحان الله. إذا أردت الصدق، إذا أردت الحقيقة، نعم. على الأقل المغاربة. لحظة يا انتظر يا شحال تدخل هذه يا لحظة يا أخي. أختي المهرة، دقيقة. هو سألني أنا، وأنا سأقولها لك، يعني كلمة حق والله العظيم لا أجامل. أقل شيء المغاربة يطرحون طرحا كذا يدخل العقل، يعني هم أقرب إلى العقل منكم. أنتوا تيجوا متشنجين، عندكم عقدة المؤامرة، العالم كله ضدكم، وانتوا أقوى ناس في العالم، وانتوا الأولى في كل شيء. ما تتكلموش بالمنطق، يعني هم يمتلكون أدوات الحوار أكثر منكم الأمانة. يعني شوف أنت الآن هذا الأخ اللي طلع مصطفى أو فاروق، خرط أمها 50 حكاية، طلعت والله تمنيت في دقيقتين نقضوهن. والله تمنيت انه لم يتكلم لا على الحسن الثاني ولا عن هذا، يعني يدخلك في موضوع خرج لنا كاع لك، فهمني كيف؟ يعني سبحان الله، احنا عندنا مشكل سياسي بين الدولة الجزائرية والعائلة الملكية في المغرب. هذا هو المشكل. يا اخي، من وجهة نظرك انت يا ماركو، كيف ممكن احنا نخلي الشعوب بدون الحكام؟ الشعوب كانت ماشيه، كانت ماشيه يا اخي. اي ماشيه يا رجال، بينكم حق. والله لا اقول لك حاجه، انا شوف، انا المغاربه والله العظيم لما يتكلموا ما مش داري بهم، يعني يتكلم ما تريد. لكن انا نحكي لك على نفسي، احنا في الجزائر ما كناش سامعين بالمشكل تاع الصحراء الغربيه، هذا ما نتكلم عليه نهائيا. كان السياسيين تصدق او لا تصدق، لما طلعت لاوروبا بديت نعرف هذه الصحراء والمشكل، ما كنت عارف، ما كنت داري بها نهائيا. راك فاهمني كيف؟ الشعوب كانوا عايشين عادي. تعرف ما هي المشكله العويصه؟ المشكله العويصه في المغاربه للامانه. لا مو لحظه، اسكت دقيقه. اسكت يا اخي، قول لي اسكت يا اخي الكريم. عفوا يا اخي الكريم. سبحان الله يا اخي. لا، انا ولد العاصمه، سيزعل مني هو المهره، لكن انا اعتقد اني هذا واحدة من المشاكل التي لا تجعل الشعبين ينسوا الخلافات ويعيشوا. المغاربة مصرين إصرار
على أن الإنسان الجزائري لابد أن يقر بمغربية الصحراء. نقول لهم يا جماعة اقبلوهم يا أخي، خلوها حرية شخصية. يعني إذا الجزائري طلع يقول يا أخي أنا أرى البوليزاريو أحق بهذه الصحراء، اقبلوه أخ لكم. لا يقول لك لا ليس أخونا ولا نعرف أبوه عدونا ما دام أنه لا يعترف بمغربية الصحراء، رغم أن الصحراء طيب مغربية والجماعة صار لهم فيها من 75. دقيقة ولد لا اسمع. لحظة. ما رأيكم يا أخوان المغاربة؟ اشكر لنا أنت أيضا الإماراتيين هنا، امدح لي الإماراتيين الذين يحتلون بلدك حتى أصدق بأنك إنسان صادق فيما تقول. أنت ما تذكر الإمارات إلا وذكرتها العثمانيين لم يكونوا دولة فاتحة. لا أختي، انتظري أختي المهرة. نريد أسعد الشرعي أن يمدح الإماراتيين ولا يتكلم عنهم بسوء، لأن الإماراتيون تفضل يستعمرون بلدك. لا اسعد اسمع. أنت في الزاوية، أنت في الزاوية. دقيقة اسعد. افهمني شوف نعطيك رأي. لحظة أنا الآن مرتبك. افهمني ولد العاصمة يا أخرب أم الإفحام. شوف كيف ردها لي. أنا والله العظيم لو ألاقي إماراتي يقول لي سقطرة إماراتية لا أضرب أمه بأسناني كذا. وانتوا إخواننا جزائريين تريدوا المغربي يحبك وانت تقول لي الصحراء مغربية وشرقية، ما يصير. شوف أخي الكريم، شوف قضية الصحراء هذه يا أخي خليها للمستقبل. هم عندهم حججهم قوية راهم يقولوا، خلي مصير الأمم المتحدة تنصفهم يا أخي، وإذا خذوها بصحتهم كما يقولوا هما بالصحة والراحة. يا أخي وانتوا ماذا سيضيركم أن تقولوا الصحراء مغربية وتخلصوا؟ يا أخي الكريم نحن جاءونا ناس لاجئين، جاءوا عندنا قبائل عرب جاءونا، هل نطردهم؟ سبحان الله، يعني احنا عاتينا بهم. الإنسان يعني يكون واقعي يا أخي. جاءوك ناس. انت امام خيارين. شوف انت امام خيارين، يا اما هؤلاء اللاجئين يا اما المغاربه، واختار. يا اخي هادو المغاربه مسلمين والصحراويين مسلمين، راك فاهمني كيفاه؟ المغاربه مسلمين جيران والصحراويين مسلمين. فاذا قلت لك اذا نصفهم القانون الدولي ياخذوها بصحتهم بالصحه والراحه كما يقولوها هما، راك فاهمني كيفاه؟ احنايا هذا هو موقفنا. هما يظنوا احنا رانا ضدهم، احنا ما راناش ضدكم يا مغاربه، لسنا ضدكم. الحكام تاعكم هما اللي عندهم مشكل سياسي مع دولتنا، هم أعلم منا. أنتم لا تعلمون شيئا، تقرؤون في كتب وتنقلون. طيب أنا أسألك يا ماركو، عندكم في الجزائر الذي يقول الصحراء مغربية يعاقب، يسجن، يحارب، يضرب مثلا؟ لا يتكلم عنها أصلا، والله لا يتكلم عنها. مثلا أنت الآن دخلت الجزائر وقلت يا عالم يا جزائريين الصحراء مغربية، بيضربوك، بيحبسوك، بينكلوك والله ولا واحد يتكلم معك. أنت عوام يا أخي خلاص قولوا أنتم الصحراء مغربية واكسبوا إخوانكم المغاربة. أنا لا أعرف أنها مغربية يا أخي. يا أخي قول هي مغربية. من الذي يعيش فيها؟ اسمع أسعد والله من كان في الصحراء كانوا الإسبان. لا ترجع ورا. اسمعني لا هذا بيطول. لا ما نطولوش. من كان في الصحراء الإسبان. ما لي دخل. من الذين في الصحراء اليوم منذ 50 يا أخي سنة. إذا الصحراء مغربية كانوا المغاربة يقاتلون الإسبان ويطردونهم من الصحراء المغربية اللي هم يقولوا عليها ويأخذوها ويستقلوا وخلاص. طردوهم مالك دخل. كيف طردوهم يا أخي؟ مسيرة خضراء ولا معركة سوداء؟ مالك دخل. اسمع، الأرض لا تسترجع بالمسيرات بالدماء. وش دخلك يا أخي؟ وش دخلك؟ المهم رجعوها. ديك الحروب أنا والله خلوني أنا وماركو هذا، أنا وأنت، يا أنت في هذا اللحظة أخي. الجماعة اسأله لماذا خرج فرنسا بالاستفتاء؟ لماذا خرج فرنسا بالاستفتاء؟ يقول لك لا هذا ولا لا واحد يصدقك هذا يا اخي، اتق الله في نفسك. خرجت احيانا تقولون ليس هناك ثوره، بعدين تقولون الشهداء، بعدين تقولون الثوار الجزائريين. انتم في تناقض يا اخي. هل تريد دليل الاستفتاء الذي عقد في الجزائر من اجل تحديد المصير؟ الاستفتاء جاء بعد الهزيمه. الاستفتاء جاء بعد
لا ترجعونش للسرد التاريخي ديال الصحراء. انا اتكلم الان بالواقع. الان الصحراء انت تتكلم بالواقع، لا تتجنى على احد. منذ 75 وهي مغربيه. انت لو تجي معي تعال معي. وما دليلك بانها مغربيه؟ ان المغاربه فيها والعلم فيها. يقولون انهم. ولماذا المينورسو موجوده هناك؟ لماذا؟ يا أخي ما علينا، الامم المتحده ما ترجع حق ولا منورسو ولا جدتي. لكن لماذا تواجد المينورسو في الصحراء الغربيه؟ لماذا؟ ماذا تريد انت من الملف في الصحراء والمينورسو والهذا؟ انا اكلمك في الواقع. يا اخي 50 سنه والجماعه في الصحراء، وانت تستحي ان تقول انها مغربيه. فيش يعني يابانيه، هي مغربيه. يا اخي انا لا اعرف بانها مغربيه. انا لا دخل لي والله. لو اخذوها خوا باللغه. شوف اسعد ما اسمعني ما في والو. والله لو ياخذوها بالقانون معناتها بالامم المتحده وكذا، يعني خلاص والله كما يقولوا هما بالصحه والراحه. ياخذوها بالقانون، ياخذوها بالحرب، ياخذوها بالمسيره الخضراء، ما لك دخل. المهم انهم استعادوها وهم فيها. يعني انت الان انا اقول لك الان شو اسمها اليمن سعوديه. خلاص اليمن تبع السعوديه. اقبلها ما تناقشنيش. لا تناقشني. خلاص اليمن تابعين للسعوديه. انتم لا يوجد اليمن، يوجد السعوديه في اليمن. الجزيره العربيه ليسوا في بلد اخر. اليمنيون يقيمون في البلد ويحاربون. اليمنيون لم يخرجوا من بلادهم ويلجأوا لدولة جارة يتسلحون ليحاربوا من في اليمن. افهم يا ولد العاصمة. شوف نحن الجزائريون لا نكره المغاربة، ما نكرهكمش. أخي ماركو اسمعني بارك الله فيك. نحن والله ما دمتم بهذه العقلية نحن نكرهكم. تدري لماذا؟ تقول ليس لي مشكل مع المغاربة، وأنت الآن تدافع وتدخل في من كان في الصحراء من قبل، وتتكلم على أن هاد الناس لاجأوا لكم. في عرف الدنيا يا أخي ماركو اللاجئ لا يسلح. أنتم سلحتم البوليزاريو وتقولون عن أخوتنا. لا يوجد لاجئ واحد في العالم يلجأ إلى دولة يتم تسليحه. من أين يأتي السلاح للبوليزاريو؟ أليست داخل الجزائر؟ هل لديها مطارات دولية مثلا؟ من أين يأتيها السلاح؟ أنت تدعي أخوتي. وقف. رد يا ماركو. لماذا تسلحون لاجئون؟ الذين سلحهم الأولون هم اللي هو القذافي هو الذي سلحهم. أنت عندك في تندوف مسلحين. اسمعني، وهم قالوا هذه أرضنا ولن نسمح فيها، فأرادوا أن يقاتلوا لكي يسترجعوا أرضهم. شمس العشية علم سيري. نسلح القبائل أيضا. نسلح القبائل أيضا، ليس هناك مشكل. سلح القبائل. اسمع القبائل الأزاوات حتى يقتلوا الجيش الجزائري المقتل. لحظة ماركو ما حدا طلع السقف وأنا عندي فاصل. ما تأخر صاحب السقف، تأخر شوية. صاحب السقف تأخر. بلانا بهم ربي ولاهم على قلبي، وهو والي ما زال في يدهم قلبي. يميتونا ويحيونا يا زارعين العنب، لما تبيعونا؟ صبر على الصبر ساعة، عسى بعد الصبر تشرب من الحالي، والصبر عند العرب طاعة، وعقب الصبر مضمونة يا زارعي. بلانا بهم ربي ولا قلبي وهو والي، وما زال في يدهم قلبي. يميتونا ويحيونا. الأخ صاحب السقف تأخر، قلنا ندق لكم فاصل. الأخ طيب اهدؤوا شوية. ماركو ولد العاصمة، خليني أخذكم ترتبوا أفكاركم. الأخت المهرة أخذت حقها. لحظة يا عزيز، سد المايك يا عزيز. والله ما قلت المداخلة ديالي، أنا غير جاوبت الأخ. خليني نقول غير دقيقة. طيب لحظة قبل أن تبدأي أنت. الأخ فاروق الذي طلعت ومررت تلك الأشياء، أين أنت؟ أنا أبحث عنك لا أجدك في الجست. هذا لك ضغطوا عليك وأنت عليك ضغوطات، ونزلتني ما نزلتك والله إني أدور عليك تطلع ترد على المهرة، وتطلع ترد على بن غبرين بن خرطيط ايش اسمه؟ أنا سجلت اسمها أنا بن خرطيط. ايش اسمه يا المهرة؟ بن غبريط.
بن غبريط بن خرطيط. هذا الذي كان يؤاوي اليهود في فرنسا يا أسعد. أيوة، الفارين من بن النازية خبريط كانوا بن خبريط ولا يعطيهم بن جنسية خرطيط. أنهم مسلمين. طلع خرط ولا في ما دريت ايش اسمه، حتى خرطيط برطيط والله ما دريت ايش اسمه بوالو. طيب يا المورا خذي دقيقتين. اوكي. بن غبريط للمناسبة هو من عائلة وزيرة التربية الوطنية ديالهم، اللي منعت من المقررات بأن حيدات فلسطين من الخارطة وتقر بإسرائيل فقط. فالجزائر هذا نعم. دير الوزيرة بن من؟ غبريط، دير الوزيرة بن غبريط لتعلم من هي. مغرى كيف انا مغلطه ليا علاش وزيره الان وكيلت مع بوتفليكا وراهي في المحاكم. صد المايك ما تخلينيش لحظة نقول. يا عزيز لحظة. اخي اسعد. هي وزيرة. انقر في اي موقع بغيتي واكتب الوزيرة الجزائرية بن غبريط، فضيحة الوزيرة الجزائرية بن غبريط، وشوف المواد في التاريخ والجغرافيا. لغات فلسطين نهائيا وأقرت فقط بإسرائيل. فصلت تلاميذ لأن وصلت عليهم وقت الصلاة وطرداتهم من التعليم. علاش؟ يا لطيف يا لطيف شوفي أقسم لك يمينا. لحظة منعت الصلاة. لحظة هذه طلعت خطيرة هذه. نعم قريتيها. لحظة. غضب في الجزائر من بن غبريط لمنعها الصلاة في المدارس وطرد تلميذة. الجزائر استدعاء وزيرة التربية السابقة للتحقيق في قضايا فساد. نورية رمعون بن غبريط من أصول يهودية أندلسية. الشروق تحقق شاهد كيف أثارت استراتيجية بن غبريط على تلاميذ الجيل. والله طلعت بلاوي، هذا لازم نفتح لها لايف كامل. هذا بن غبريط. ورجل يقول أنا والله اسمعوا شدوا المايكات. أنا والله لا أتجنى عليهم، أنا جلدي بالتاريخ والوقائع. لا تقول لي لا تخرط علينا ولا تبقى تفتح عليا المايك. خليني نكمل المداخلة ديالي. أقسم بالله أخي أسعد، الأدوات المدرسية كلها مكتوب فيها I love إسرائيل، ومن ناضت لهم الزوبعة شدوا هذوك الأقلام وهذوك الكراسات وغطوها ببطاقات صغيرة كالتي تكون في التفاح والليمون. أقسم لك يمينا أخي اللي يقول لك هم ما مطبعينش. هذا كلام أنا أول مرة أسمع بهذا الكلام يا المهرة. والله لا أتجنى عليهم، والله بالحقيقة. اضرب نقرأ. اسمعي أنا من رأيي تقفلي ملف بن غبريط عشان أعمل لها لايف كامل بكرة. أوكي بلاتي أنا قفلته. اسمع لي تاني هذه. تمثال الشهداء، نصب الشهداء اللي عندهم اللي كيفتخروا بهم ولا يرضون أن نحاسبهم على العدد. والله بناه إسرائيليون. لا أقسم لك يمينا. انقر عاوتاني واكتشف الحقيقة بوحدك. روحي صومي 3 أيام المهرة، روحي صومي 3 أيام، روحي صومي. لحظة يا ماركو، لحظة. أنا جاي يا ماركو بدل ما اخرج من اللايف وروح شوف حاجة تكتب علي. قاعدة تمرمطكم الآن السيدة هذه. لحظة. النصب التذكاري ديال الشهداء بناته إسرائيل. والله شوفي هذا الكلام لابد ان تثبتيه يا اخي ما تبقاش تطلب مني الاثبات. راه النقره عندك ورا الانترنت عندك وعندك 2 تليفونات غتلقاه متوفر. وهذيك الشروق، هذيك قناه الشروق اللي هضره دابا على بن غبريط نفسها هي اللي عطات معلومات على عدد الخضر والفواكه اللي كتجيهم من اسرائيل، وعلى ان التمثال ديال سميتو النصب التذكاري ديال الشهداء بانهم بناتهم اسرائيل، وهضرت على السلاح اللي تقتل به بومدين مني كانت الصحافه صحافه حره قبل ان تصبح تحت اقدام والرونجات ديال العسكر. أنا كنهضر معاك من مصادرهم دون أن أنا ذا أنقر. أنقر. أنا ذا أنقر. وأنا غنزيدك غنجاوب دابا خويا هذا ماركو. أخي ماركو، إلا قلتي أنتم كتحبوا المغاربة والمغاربة كيدخلوا السياسة وموضوع الصحراء، أنا غادي نقول لك الحقيقة. المغاربه كيكونوا ضاحكين ناشطين مع اسعد الشرعي يدندنوا ولا يهضروا. انا من الصباح وانا لتحت ولم اطلب الجيست، كنعلق لتحت وكنكبس وكنضحك. ولكن منين دخلتوا
وبديتوا في المغالطات، انا واجبي دحض كل مغالطه على وطني. الا ما تجرأتوش نتوما وجبدتوا الاكاذيب، لا مغربي سيتصدر لكم. واذا لم تعلنوا العداء ضدنا، لا مغربي سيسابقكم بالعداء. اسمعيني يا اختي المهره، انا لم اتكلم لا عن المغرب. لا فاروق هو اللي جبد، لا فاروق هو اللي جبد، هو انا الاول. نذكرك، عافاك انا نذكرك شنو قلتي. لا قبل اسمع لي من تكلم مع المغرب اسعد، انا ولا فاروق؟ فاروق وهذا تاع تذكار تاع الشهداء بنوه الكنديين في الثمانينات. اقسم بالله لا اسرائيليين، وغنجيب الاسعد الدليل، والله العظيم لا اسرائيليين وغنجيب الاسعد الدليل. وجيب الدليل دوك هنا، ديري في الصوره الان، كبرها وجيب الدليل، جيب الدليل. وانا ما حليتش عليك المايك واسد، الله يجازيك بالخير. انا كنبقى نحرك المايك وكنتمنى فوقاش توصل. دابا عطاني دقيقتين دخل ليا فيها. انا انقر انا غنجيب لك حتى لعندك اخويا، انا غنجيب لك الدليل. انني انقر. يلا جيب لنا الدليل، مرة تاع انتاج الشهداء. فانت الهدهد والباز والصقر، خذ راحتك يا اخي. على اي اخي ماركو خلينا كتقول لنا بان لا داعي تكون الحزازات بعضياتنا، وانت في نفس الوقت كتقول هذوك خوتنا جاو عندنا لاجئين. اعطيني دليل جاو عندكم لاجئين يا اخي. بومدين هو القذافي جاو لهم للصحراء، وكان ديك الساعه مناسبه صحراويه، وجاو عند شيوخ القبائل الصحراويين فرفضوا. الشيوخ رفضوا، ولكن الشباب اللي كانوا مدمرين بسبب أفقير لقاو يد تمد ليهم، لقاو يد تهربهم من السجن اللي كيتسناهم، ومن الهروب اللي هما شاردين كالغزال في الصحراء. يعني عوض ما يكون الجار، انا مثلا ضربت ولدي مشى عند جاري غيخاصم عليه يقول له اسمع لوالديك، ماشي غيعطي السلاح ويقول له قذف والديك بالحجاره. هذا هو الدور الخبيث اللي لعبته الجزائر هي وليبيا. اوكي اختي المهرة، وخليني نكمل لما نسكت ما يجاوبني. لا باش تقول لي لحظه يا ماركو انتوا انا ساضيف لك شيء يا اختي المهرة. لانه ما حصل في تجميع هؤلاء اللاجئين هو حصل في اليمن نفس الشيء، لانه قلت لكم لدينا نسخه مثل البوليسات طبق الاصل. نعم كانوا يسرقون الاطفال، والله سرقوهم اخي اسعد، هذا ما كنت اريد ان اقوله. ايوه كانوا يسرقون الاطفال في عمر السابعه الثامنه، ثم يذهبون بهم يربوهم في مخيمات. نعم. وانا وجدت اطفال يقول لك انا ما واحد تكلم عندي في اللايف هذا قال لنا ما اعرف اهلي، انا اخذوني وانا طفل. المحجوب السالك اقر بطريقه غير مباشره انه الناس. نعم، اللي بغى يمشي بالخاطر تبارك الله، اللي ما بغاش والله هذا كيفاش يقول، تنتفوا العيالات من شعرهم وتجرجرهم على الارض، اغتصبوا لهم وليداتهم، داو لهم وليداتهم واضطروا يتبعوهم باش يجيبوهم. والى الان الوضع على ما هو عليه، تعديات سافرة واغتصابات. وهذاك المجرم إبراهيم الرخيص راه عنده عدة ملفات في الأمم المتحدة وفي المحكمة الدولية. يعني لا تزايد علينا أخي ماركو. حنا إذا بغيتينا نكونوا خوت بصح واجهنا بالحقائق، لأن ما إن تكذب ولا تدافع على الجهة الغلط نصير. طيب يا أختي المهرة، أنا نقرت لم أجد، أنا الأمانة أنا لم أجد إلى الآن. أنت مطالبة بأن تثبتي أن من بنى النصب التذكاري لشهداء الجزائر هي إسرائيل. أنا نقرت 3 مرات ما وجدت شيء. لقيت بن غبرين ما وجدت يا أسعد. أنا ما وجدت شيء يدل على ذلك. لكن إذا الكنديين أنا قريب من الحي هذا اللي اصبر يلا اصبر. لم أجد للأمانة. إذا هي عندها رقمي ترسله لي واتساب. أنا مضطر أنزل واحد لأنه الأخ الجيريا يريد يطلع. خلونا نأخذ الأخ منتصر الصحراوي ثم عزيز ثم أبو ياسين. سامحوني أخرتكم يا شباب، أخرتكم شوي، أنا آسف.